إذا سي تبون راجعوا قراراتكم السياسية، لأنكم انتم عايشين في أبراج عالية وتاكلوا في الكروفات على هذا الأساس اللي تخموا في ضمان عملة صعبة للخزينة العمومية. لكن لو تعيشوا معاناة المواطن البسيط اللي راهو عايش في سوق دبي ومش لاقي وش ياكل، اللي عايش في سوق العلمة ولا سوق هذه الأسواق البسيطة اللي ياكلوا منها، أو الناس اللي مش لاقية اللحم وش تاكل لأنكم وقفتوا الاستيراد، الناس اللي مش لاقية حليب الأطفال لأنكم وقفتوا الاستيراد، الناس اللي مش لاقية الدواء لأنكم وقفتوا الاستيراد، الناس اللي مش لاقية لكوش حفاضات تاع الذراري لأنكم وقفتوا الاستيراد بحجة أنه عندنا حفاضات في الجزائر. حفاضات في الجزائر لازمك بنك تلبسوا 4 ولا 5 في النهار يبول فيهم ويا خرا ينتنوا. أفهموا؟ جودة الحفاضات في الجزائر ما كانش للأسف الشديد. تجيب لي انت الحفاضات المستوردة اللي تلبسها لبنك عسلة تاع الصباح تنحيها له عسلة تاع العشية 12 ساعة راه شاد بها. بصراحة لازم نكونوا واضحين يا سي تبون. الحفاضات اللي مستوردة كي تلبسها لبنك البيبي تشد له 10 سوايع 8 سوايع ماكش خاسر. نهضر على المواطن البسيط، ماشي نهضر على وليد الوزير اللي يجيب الحفاضات باطل وكل ساعة يبدل لبنو حفاضة. لا، نهضر على المواطن البسيط اللي يلبس لبنو حفاضة تشد له 24 ساعة ولا 12 ساعة. بينما كي تقول له استعمل الإنتاج المحلي كل ربع ساعة يبدل الحفاضات، كل ما يبول الطفل نحيها له ورمي نحيها له ورمي. إذا خافوا ربي، خافوا ربي شوية، خموا شوية بمنطق، ما تخبوش بمنطق تاع حمارنا ولا عود جيراننا. إذا كان حمارنا يصلح للحرث ومفيد اللهم بارك، إذا كان حمارنا ما يحك ما يسق ما يحك ما يسق جيب لنا العود تاع جيراننا وخلينا نربى حمارنا ما عندنا ما ندير بها. لحماية الإنتاج المحلي الرديء توقفوا الاستيراد، هذه كارثة وجريمة في حق الإنسانية سيسجلها التاريخ يا تبون. علينا أن نقارن بين ما ننتجه محليا وما نستورده. إذا كان نفس الجودة، إذا كان نفس الجودة أوكي، أنا نجيب التاجر نقول له عيب عليك، عيب عليك يا خويا، أنت تروح تستورد المايونيز اللي كما قال تبون نخدموها بالزيت والبيض. هاخدم أنا المايونيز في الجزائر، علاه تمسخر بينا؟ أنا قلت لكم أنا ضد استيراد الماكلة تاع الكلاب والقطوطة والكيتشوب والمايونيز، أنا ضد استيراد هذه الأمور. لكن استيراد الأساسيات مثل ما قلت لكم اللحم كونجلي للناس يأكلوه البساطة، لأنه إحنا ما عندناش ثروة حيوانية كافية في الجزائر، بالرغم من أن الجزائر من أكبر الدول في العالم العربي والإسلامي إنتاج للحوم البيضاء الحمراء والبيضاء، يعني الدجاج والخرفان صح، ولكن لا تكفي السوق. هو اليوم أنا كلمني صحافي أثق فيه قال لي ب200,000 للكيلو البقري وبرحمة الوالدين. ورانا رايحين سي محمد وجاي رمضان، معناتها في رمضان يولي 300,000 ولا 400,000، ومن جهة يقول لك الرزق ويقول لك اللحم راح يوصل 80,000، هاو قبل رمضان راه 200,000. راجعوا حساباتكم يا ناس، راجعوا حساباتكم يا ناس، خوفوا ربي في هذا الشعب اللي راهو داير الثقة فيكم، وثقتنا في الرئيس تبون ما زالت، لكن ننتظر تحسين الأمور وننتظر إعادة النظر في بعض القرارات التي لا تخدم فئة كبيرة من الشعب الجزائري اللي هي فئة المحرومين، فئة المعوزين، وفئة المطحونين طحين. إذن أعتذر من كمال رزيق، لأني أنا كنت دائما نقول رزيق رزيق رزيق، أنا كنت داير في بالي بلي هو اللي شاد كما يقول لك الناس القزول، هو اللي قاعد. لا، مادام رزيق مسكين راهو يطبق في أجندة ومخطط للرئيس تبون لما كان وزير التجارة. أعتذر من رزيق، واللي يعرف رزيق يقول له راه قال لك بن زدير اسمح لي غلطت في حقك، معليش اسمح لي، لكن وصي صاحبك تبون أو يسمع لك قول له نقص الحالة، ناقص الحالة، قلنا ممنوع استيراد المايونيز وكذا وكذا كذا وماكلة الكلاب وماكلة القطوطة وكذا، أوكي، بس باش تمنعوا كلش، لا البقري لا كذا لا اللحم لا مش عارف الدواء لا اليكوش تاع الذراري لا الحليب تاع الذراري لا هذه الأمور. لا أنا شوية خلوا الناس باش هكذا الناس يمشوا لكم في العهدة الثانية ويصفقوا ويبحبوحة وكذا كذا. هذا السير يسير.